كيكة الزعفران بالحليب من أطيب أنواع الكيك اللي جربتها بهالفترة، ومتأكدة لو جربتوها بطريقتي رح تعجبكم. بالبداية بنخفق البيض والسكر والفانيليا بسرعة عالية لحتى يتضاعف حجمه. بضيف الزيت وبعده الحليب، ومجرد يمتزجوا رح أضيف الطحين اللي نخلته مع البيكنج باودر. بوزعهم بصينية الفرن المبطنة بورق الزبدة وبدخلهم لفرن محمى مسبقا. بهالوقت بجهز التشريبة. بنحتاج لحليب وحليب مكثف محلى، ولحتى أميز الكيكة بالطعم الأصيل بضيف لها حليب بني المبخر. صار الزعفران بحطها على النار لحتى تسخن المكونات، وبنحصل على هذا اللون الجميل. مجرد ما تطلع الكيكة من الفرن بنخرمها وبنجربها بكمية وفيرة من التشريبة. دخلها الثلاجة لتبرد، وما بيكتمل حلانا اللي بوجود القهوة، واللي بحضرها بطريقة كتير مميزة. بضيف المي والقهوة والمطيبات، ولأضيفها لمسة سحرية بضيف حليب بني اللي حيميزها بالطعم اللذيذ واللون الجميل. بتركها تغلى على النار لمدة نص ساعة، وبهالوقت بزين كيكتي بالكريمة وبقدمها بألف عافية وهنا.